يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل كوسه ني في ني. تمام. هنشوف بقى طريقتها دلوقتي. طبعا الفيديو بتاعنا النهارده ما فيهوش بقى افتكاسات، ولا اقول لكم بقى توفير ولا مش توفير ولا اي حاجه. انا جبت كيلو ربع كوسه ب10 جنيه. تمام. مش مطلعه لكم الفيديو النهارده عشان خاطر اقول لكم وصفه، لان طبعا كلنا ستات بيوت شاطره جدا جدا وبنعرف نعمل الكلام ده. انا مطلعاه بس نظرا للظروف اللي احنا فيها، ان هي يعني اوريكم ان في حاجات كتير ممكن نعملها من غير ولا لحمه ولا فراخ، وبرضو تكون مفيده للجسم. يعني طبعا الكوسه مفيده جدا ومفيده جدا للقلب. فقلت ايه، هطلعها لكم بقى وخلاص. طبعا انا كنت متردده جدا جدا قبل ما اعمل الفيديو ده، بس لقيت ان مفيش حل تاني غير كده، ان انا اللي هعمله هطلعه. معلش بقى استحملوني شويه، واللي بيتضايق خلاص. يعني كلنا ايه بنعمل الاكل ده انا عارفه، وكلنا بنعرف نطبخ وبنعرف نعمل طبيخ وبنعرف نعمل كل الكلام ده، بس مفيش مفر من اي حاجه. هبتدي بقى ان انا زي ما اوريكم كده، طبعا عشان ايه ما اخدكوش يعني من الفيديو بتاعي اللي هو اصلا سهل مفيهوش اي حاجه. قطعت الكوسه تمام، وابتديت بقى جبت بصلتين كده كبار وقطعتهم زي ما احنا شايفين كده، وقطعت عليهم قرنين فلفل. ومش عايزه اقول لكم بقى ان انا وفرت في الاكله دي والكلام ده كله، لان حتى يعني كل حاجه غاليه، فحتى يعني الخضار غالي، فما اقدرش اقول لكم ان هي فيها توفير او لا، بس اقدر اقول لكم ان هي سهله، وهتبقى طبعا اوفر من ان احنا نعمل الاكل بلحمه او فراخ. تمام. ابتديت بقى ان انا حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود وحطيتهم على البصلايه وقلبتها كويس جدا كده. عملتها معامله ايه، صينيه البطاطس. تمام. ابتديت بقى اقلب كده كويس جدا، وبعد كده ايه هبتدي ان انا انزل بالكوسه بتاعتي. هنا كده انا لقيت الكوسه مش هتنفع ان انا اقلبها في الصينيه دي. طبعا الكوسه انا غسلها قبل ما اقشرها واقطعها ولا اي حاجه. جبت بقى بوله كده كبيره يا ست الكل. اخبطي اللايك عشان اللايك ما بيكهربش. تمام. جبت بوله كبيره وابتديت بقى اللي انا اقلب فيها كل الكلام ده كله كده مع بعضه. وبعدين بقى جبت معلقه من الصلصه كده او كيس صلصه يعني. تمام. وابتديت ان انا اقلبه كده مع الكوسه. وبعد كده هجيب بقى كمان هنحط عليها تاني ماجي. تمام. ورقتين ماجي طبعا لان مفيش شوربه ولا حاجه، بس في حاجه دلوقتي انا هعملها كويسه جدا برضه هتديها طعم حلو. وابتديت اللي انا احط عليها شويه فلفل اسود كمان عشان بيخلي طعم الكوسه حلوه قوي، وشويه ملح صغيرين علشان حاطين ماجي. تمام. وهحط ورقتين لورا، وهبتدي ان انا اقلب كل ده مع بعضه كويس جدا جدا كده. وبعدين هحطها في الصينية او في البايركس بتاعي، اي حاجة عندك عادي بتعملي فيها يعني. وابتديت بقى اللي انا احطه كده افضيها تاني. وبعدين اجيب الطماطم اللي احنا عصرينها، بس بعد ما ارص بقى كده الكوسه كويس جدا. ومحدش يقول لي الكوسه دي كتيره على الصينيه. لا يا حبيبه قلبي، الكوسه دي مش كتيره على الصينيه. الكوسه دي هتنزل ميتها كلها وتعصر نفسها دلوقتي، وهتلاقوا الصينيه بقت نصها كوسه. تمام. ابتديت بقى اللي انا احط الطماطم، مش حاطه لها ميه كتير الطماطم، يا دوبك عصرها بس في الكبه بشويه ميه صغيرين خالص. وبعدين بقى هبتدي ان انا اجيب شويه ميه صغيرين خالص كده في الكبه مطرح ما عملت الطماطم وايه، وهحطهم من فوق بس كده. خلاص زي ما احنا شايفين مصمصة الشفشة زي ما بيقولوها يعني. وبعدين بقى ايه، ابتديت بقى اللي انا اجيب ايه شويه زيت صغيرين خالص كده. احنا ايه ما استخدمناش اهو زيت ولا سمنه كتير، شويه صغننين خالص خالص، يعني في مقدار ربع كده كوبايه. ودي بصوا شكلها اصلا يتاكل ني كده من غير اي حاجه. خلاص يا ستي ماشي. هبتدي بقى اجيب ايه دلوقتي، ده ايه بقى يا ام ادهم؟ دي بقى حاجه كده اكننا عاملينها بلحمه يعني. ده كان دهن لحمه. تمام. يعني زي السمين كده، باخده انا من ماما كل ما بروح اول باول كده باخده منها على طول، عشان هي اصلا ما بتحبش السمين والكلام ده فبتشيله من اللحمه خالص، فبقوم انا واخديه. تمام.
بس فحطيته بقى فيها هيديها طعم حلو جدا، وحطيتها في الفرن وغطيتها لحد ما تستوي. ودلوقتي هنعمل طبعا الرز، وزي ما قلت لكم كلنا ستات بيوت شاطرين جدا جدا وبنعرف نعمل الحاجات دي كلها، بس انا حبيت اشارككم بس ايه الفيديو بتاعي النهارده مش اكتر. تمام، يعني مش عايزه اقول لكم بقى دي افتكاسه وهعمل لكم وصفه ووصفه سهله ومفيده وموفره والكلام اللي كنا بنقوله ده. لا، انا طالعه بس اشارككم الفيديو بتاعي، والايام الجايه كلها هيكون الكلام نفس الموضوع كده. اي فيديو هعمله هكون طالعه بشارككم فيه وبديكوا بس رأيي في الحاجة اللي انا بعملها مش اكتر، وان انتوا تدوني رأيكم في اللي انا عملته. لكن اكتر من كده لا طبعا. حطيت شوية زيت برضو صغيرين، مش عايزين نكتر في الزيت عشان الدهون، لازم نخلي بالنا من صحتنا. ونحط بقى ايه، حطيت الشعرية انا بحبها دهبي ما بحبهاش محروقة، وحطيت عليها الرز، وبعدين حطيت الملح، وهحط كمان شويه فلفل اسود بحبهم قوي مع الرز بيخلوا طعمه جميل، وورقه ماجي برضو. انا عامه في الايام العاديه يعني حتى لو انا عامله شوربه يعني مثلا ما بحبش اسقيها بالرز، انا بحب اعمل الرز بميه، ما بحبش اسقيه بالشوربه خالص. ممكن احط له حته سمنه، لكن ان انا اسقيه بالشوربه لا. تمام، بس يعني ايه ساعات بسقيه مثلا ايه نصه كده شوربه والباقي ميه لما بيكون في شوربه. ابتديت بقى دلوقتي اللي انا احط ميه مغليه بعد ما شوحت الرز شويه كده مع الشعريه، وهغطيه وهسيبه يتشرب، وبعد ما هيتشرب هوطي عليه وهسيبه يستوي. وخلاص كده الكوسه بقى بتاعتنا بعد ما طلعت بصوا ما شاء الله والله العظيم كانت قلبه ريحه البيت، اكني عامله لحمه او فراخ والله بجد. يعني بصوا نقول الحمد لله على كل حال، ونحمد ربنا على كل اللي يدهنا، والحمد لله اللي احنا عندنا بيوت بننام ونتدفى فيها اخر الليل. بس مش هقدر اقول اكتر من كده. اي حاجة تاني بقى سهلة وتافهة ملهاش اي 30 لازمة. بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي، والرز والشعرية. بصوا الرز مفلفل بحبه قوي قوي وهو سخن كده وجميل، وكان طعمها في منتهى الجمال. مش هقول لكم بقى جربوها بالطريقه دي لان اكيد كلكم جربتوها كده. بس وده بقى كان شكلها، وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يا رب ما كنتش طولت عليكم ويكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب اكلاتهم وادهم. والسلام عليكم ورحمه الله.